ابراهيم عيسى اسم ملتبس، ما بتقدر تعرف اذا كان مسلم او مش مسلم. كتار ناس بيسالوا هل ابراهيم عيسى مسلم او مش مسلم؟ الناس ما يعرفوش مصر خالص، لانه المسيحيون المصريون لا يطلقون على اسم عيسى على اي من ابنائهم ابدا. فده من اللحظه الاولى يجهل ثقافه مصر. انا زوجتي من بيت عيسى. بس مصري اسم، لا بس اسم متداول. مسيحيه، مسيحيه متداول. كل من لا يعرف مصر، المسيحيين مصر لا يطلقون اسم عيسى على ابنائهم. عيسى ده اسم للمسلمين، ثم انا اسمي ابراهيم، السيد ابراهيم عيسى موسى. لو حبيت يعني كمان تذهب الى موسى يعني احب دي اضيف لك اكتر يحتمل. اوكي علي، الجميع علي يعني برضه عشان يعني لو انت لو انت في الاخر دائما بيسالوا انه هذا الاعلامي، هذا الرجل، هذا المثقف الذي دائما يضرب في الاسلام، برضه يضرب في الاسلام، هل هو مسلم او مش مسلم؟ ما هو انا رايي ان اكثر الذين يضربون في الاسلام هم مسلمون حقيقه الامر، بس المسلمون يدعون لانفسهم دفاعا عن الاسلام بينما هم يضربونه. المؤكد انه فكره ان انا بواجه اطار الاسلام السياسي او الاسلام المتطرف او الاسلام اللي هو السلفي، فانا اواجه هنا مفهوم عن الاسلام مش الاسلام نفسه. الاسلام والدين هو مساله خارج هذا النقاش. الاسلام ايضا هو موضع قلب، يعني ما ينفعش تقول لي انت مسلم ولا لا، او بتمارس شعائر دينك ولا لا، لانه ما دخلك، يعني ما دخل اي حد، ما الذي يهم اي احد في انا بصلي ولا بصوم ولا بحج ولا، يعني انت مالك؟ انت ليك في ان اسمع ارائي وافكاري، توافق عليها، ترفضها، تناقشها، تحبها، تكرهها، انما انت ليه عايز تخش في قلبي؟ ليه عايز تقول بمهمه الاله؟ انا ليه يعني استفزه يطلع هيخش في قلبي يعني؟ لا يعني مساله يعني او هيفتش محاكم تفتيش دينيه. انا اتعرض يوميا لمحاكم تفتيش دينيه على وسائل التواصل الاجتماعي مثيره للشفقه.